بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، دعوت ربي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هذا الدعاء دعاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الكرب. روى أبو داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو. هذا واحد. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، هذا اثنين. وأصلح لي شأني كله، هذا ثلاثة. لا إله إلا أنت. روى أحد العارفين أنه كان يمشي في سكة من سكك المدينة، فشاهد طفلا يخرج من البيت وأمه وراءه، ويغلق باب بيته ويخرج مبتعدا عن البيت، فرمقه. قال: فإذا بالطفل يمشي ساعة مبتعدا عن البيت، ثم يتذكر أن لا مكان له يأوي إليه إلا بيت أمه، فيعود أدراجه إلى باب البيت فيقرع الباب، ثم إنه يجلس على عتبة الباب يبكي ثم ينام. قال: وبعد ساعة تفتح الأم الباب فتشاهد طفلها مرميا باكيا على العتبة، فتحمله وتقبله وتقول له: يا ولدي، أما كنت أخبرتك ألا تبتعد عني؟ لأنه ليس لك بيت إلا بيتي تأوي إليه. ثم ضمته إلى صدرها ودخلت به إلى الدار وأغلقت الباب. يقول هذا العارف: فتأمل رحمة هذه الأم بولدها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. يعني أنت قد ما طلعت من بيت ربك، وقد ما بعدت، وقد ما أخطأت، وقد ما تماديت، وقد ما عصيت، قد ما بدك بعد، بعدين شو؟ ثم ماذا؟ ليس لك باب إلا بابه، وليس لك بيت إلا بيته، وليس لك موئل إلا موئله، وهو أرحم بك من الأم بولدها. اللهم رحمتك أرجو. فالمكروب إذا أصيب بكرب، بهم، بفاقة، بضيق، ببلاء، بشدة، بعسر، ينادي على ربه: اللهم رحمتك أرجو، لأنه ليس لنا إلا رحمتك يا رب العالمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 100 رحمة، أنزل رحمة واحدة للدنيا بها يتراحم الناس، بها تعطف الأم على ولدها، بها ترفع الناقة قدمها ليشرب وليدها من لبنها، وادخر 99 رحمة يرحم بها عباده المؤمنين. اللهم رحمتك نرجو. هذه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الكرب. هذا واحد. فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الأزمة يا أيها الإخوة أردنا جميعا، من بيناتكم صاحب تدبير بيقدر يدبر لهذه الأزمة؟ من الممكن أن أكون قبل الأزمة مفكر حالي أنا كتير حقيقة ذكي، وعندي خبرات، وعندي صلات اجتماعية، وبعدين شوف أنا برفع جوالي أي شغلة بتصير معي، شو بدك أنت؟ وين بدك؟ أنت بالتموين بدي أقول لك لواحد بالتموين، بالشرطة أنو مخفر أخي، كل ضباط المخافر بعرفهم أصحابي، قل لي أنو مخفر بدي أقول لك. وين بدك؟ بالجمارك على عيني، هي بالجمارك. بالتربية، هي بالتربية، هي قبل الأزمة. وكان بعضنا يعتقد في نفسه فعلا بأنه فعال. لما اجت الأزمة صار يمحي الأرقام من جواله، يقول لك أخي لأقوم أسأل على هالأرقام.
الله أكبر. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قبل الأزمة كان يعتقد أنه أخي أنا بمصارية شو بدك بساوي؟ ليش أنت معذب حالك يعني؟ شو بدك أنا بالمصاري؟ فت عملة بيصير. تعب الله حل لي هالأزمة بالمصاري. تعال نجمع لك كل مصارينا، خذون وحللنا القصة. ما عم يمشي الحال. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في شباب كانوا مفكرين حالهم أنه هن عاملين دورات كمال أجسام، يعني هو شغلي، يعني إذا 10 بيجوا عليه بياكلون. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب أنا لا شيء وأنت كل شيء. بهذا المقطع من الحديث في لفتة عجيبة انظروا فيها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رب العالمين. هلأ هناك أناس يا أيها الإخوة يلتفتون إلى الله مرة بالعمر، يعني هو طول عمره بعيد عن الله، بس بيروح على الحج بيقول لك أخي هنيك يا عم ما حلو حج، هذا بدنا نركز علاقتنا مع الله. فهو بعيد عن الله يلتفت إلى الله مرة بالعمر. في واحد أحسن منه يلتفت إلى الله مرة في السنة، طيلة أشهر السنة هو بعيد عن الله، بس برمضان يقول لك أخي رمضان وقيام وصيام وشوف العابدين، يلا بدنا نركز يعني مع الله بس بهالشهر أقل منا. طيب في واحد أحسن منه يلتفت إلى الله مرة في الأسبوع، هو طول الأسبوع يعني يمضي بعيدا، بس يوم الجمعة يقول لك اليوم يوم جمعة يعني يوم عباد، هذا أخي يوم لله. تلاقيه من بكير هيك يعني اغتسل تطهر ارتدى أفضل ثيابه، جاء باكرا إلى المسجد، تعبد قرأ القرآن حضر خطبة الجمعة، بعد الجمعة جلس في المسجد، إنه أخي يوم جمعة هذا. في واحد أحسن منه يلتفت إلى الله عز وجل في كل يوم 5 مرات، هو طيلة نهاره غافل عن الله، بس بالصلوات ال5 بيركزون. هدول شايفين في واحد مرة بالعمر، واحد مرة بالسنة، واحد مرة بالأسبوع، واحد 5 مرات باليوم. بس شوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لوين وصلان. لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله أكبر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذاكر لله ملتفت إلى الله في عمره وفي سنواته وفي أشهره وفي أسابيعه وفي أيامه وفي ساعاته، ووصلان لدرجة طرفة العين. يا رب دخيلك أنا ثانية واحدة بس ما أغفل عنك، لأنه إذا أنا بغفل عنك ثانية يعني أخسر كثيرا. كان بعض الصالحين يقول لو ذكرت الله عمرك وغفلت عنه لحظة لكان ما فاتك أكبر مما أدركك. يا لطيف لحظة. لذلك أهل التربية الروحية عندهم فنون في ذكر الله تعالى. في عندهم ذكر اسمه ذكر الخطوة. شو هذا ذكر الخطوة؟ بيدربوا التلميذ عندهم المريد أنه يذكر الله مع كل خطوة يخطوها بقدمه، بسموه هيك ذكر الخطوة. في عندهم ذكر اسمه ذكر النفس. شو هذا ذكر النفس؟ مع كل شهيق وزفير تذكر الله. يا أخواننا هذا فن. الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله ألف كتاب اسمه فن الذكر. فن هذا كيف تتفنن تتقرب إلى الله عز وجل. في إخوة بيننا صار ذكر الله تعالى الغالب عليهم، حتى ذكر لي أهل بيتهم بأنه هو ونايم يسمعونه يذكر الله. نايم غفلان، يعني حتى بينادوا له أبو فلان سعيد عبد الله خالد، نايم بس يذكر الله هو ونايم. الله أكبر. شلون هذا بيذكر هو ونايم؟ لأنه هو وفايق عم يذكر الله، أم هو ونام صار يذكر الله.